السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي هتعجب كل الأطفال وبتعجب الكبار كمان وهتعجبك انت شخصيا. هنعمل كاندي بطريقة مضمونة وبمكونات كلها موجودة في البيت، وهتعملي منه أشكال وأشكال وأشكال، وهتفرحي ولادك وولاد اخواتك وولاد الجيران. بصوا حبايب قلبي، انت بتجيبي باكو جيلي، تمام، ايا كان النوع اللي انت حباه. ده كان جيلي مشمش، حطينا عليه 3 معالق كبار من الاكل جيلاتين، وحطينا عليه نص كوبايه ميه ودوبناه ورجعناه على النار لحد ما بيدوب تمام الذوبان. تمام. بعد كده انتي بتحطيهم في حاجه يكون ليها بس بوز كده عشان تعرفي تصبي. لو انت عندك اشكال سيليكون كبيره يستحب ان انت تحطي بيها، لكن لو انت هتعمليها في الاشكال الصغيره دي هتحطيها كده في الاشكال الصغيره قوي الرفيعه، انصحك ان انت تعمليه بسرنجه. بصوا انا حتى لاحظت ان دي كانت بتاعت حجم قلب كبير، بس انا خدت اول شريحه من القلب عشان يبقى رقيق وطعمه حلو. انا حطيت هنا، بصوا هي برضو هتضايقك، فانت الافضل تحطيها بسرنجه. اما بقى الشكل ده بالتحديد انا منصحكيش تعملي فيه، لان الشكل ده شويه هيتعبك. هتحطيه في ميه سخنه وكده، بس مش شكل مريح قوي. الحاجات السيليكون احسن. دلوقتي احنا هنعمل جيلي، ده كان جيلي بطيخ، وبرده نفس التكرار بيعلم الشطار، وانتوا اشطر ناس في الدنيا. حطينا يا ستي باكو جيلي بطيخ و3 معالق جيلاتين ونص كوبايه ميه، ودوبناهم لحد ما دابوا خالص، رفعناهم على النار لحد ما دابوا خالص. هنصحك نصيحه، لو انت عندك ولاد اخواتك وكده وانت عايزه تدوقيهم، ما تعمليش الاحجام الكبيره، خلي كل الشكل اللي انت تعمليه الحيوانات، القطط الصغننه، الوردات، الحاجات دي هتعمل معاكي عدد كبير قوي. تمام. حاجة تانية، بالنسبة للسيليكون في أشكال دباديب وحاجات كده، دي بتفرح الولاد، ممكن تعمليها لو لولادك بقى أو ليكي انت كده، هتعمليها قطعة واحدة. التاني مرة بقولك أنا حطيت هنا ميكس ما بين لونين، بس الواضح ان هو ما كانش شف قوي. التلاجة خانتني، يعني كان تبردها ملحقش قوي، فخدت ميكس لون واحد. ورجعت برضو ثبته في القلوب وعملت ميكس ما بين الاشكال، يعني خليت مثلا حطيت طبقة حمراء وبعد كده حطيت طبقة خضراء. ده بقى كان جيلي التفاح. والله كان طعمها حلو قوي، ولا ان احنا نشتري حاجة مبالغ كبيرة من بره، وحاجه ان انت عملتيها بحاجات مش مكلفه قوي. انت عشان تروحي تجيبي ربع من الحاجه دي بقت بسعر وبقت بمبلغ، يعني الحاجات اللي احنا عملناها دي بتمن ممكن ربع من الحاجات الجاهزه. تمام. ويمكن انا كبرت الاشكال على فكره، يمكن انا لو ما كبرتهاش كانت عملت معايا عدد اكبر، بس انا عندي يعني الاعمار السنيه مختلفه، فعملت كبير كبير وحاجات صغيره للصغيرين. الشكل ده حلو قوي قوي، وسهل قوي في خروج اي حاجه تعمليه، لو ايس كريم، لو اي حاجه كده سهله جدا. الحاجات دي بتتباع في منتجات بيع الحلويات. اتمنى ان انت تجربيها، واتمنى ان هي تعجبك وهتعجب ولادك جدا، وممكن كمان لولاد الجيران. يعني لو حد كده من ولاد الجيران دخل يلعب مع ولادك هتفرحيه بحبه حاجات. تديله دبدوب، على تديله على فراشة، يعني شكلي له الأنواع. إن شاء الله هتعمليها، وإن شاء الله هتنول إعجابك، وهتكرري التجربة وهتقولي لي في الكومنتات. والله أنا ككبيرة أنا أكلتها مع أولادي، على فكرة أنا قبل ما أسجل لكم أنا أكلتها. بصوا بصوا ما شاء الله، يعني حاجة كده قلبوزة كده بتروح وتيجي معاكي. بصي القلب ده بقى كان أحلى قلب رقيق زي قلوبنا الرقيقة. بص ده ميكس ما بين اللونين. ان شاء الله هتجربيها، اوعي ما تجرباش وهتعجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.